صغيرين خالص في ارضيه الصينيه كده، وهقعد احرك فيها كده لحد ما لون الليمون. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا مساء الهنا، يا مساء السعاده، يا مساء الفرح، يا مساء الهنا على كل الناس الموجوده هنا، يا مساء الهنا على حبايب قلبي انا، يا مساء الهنا على متابعيني انا، يا مساء الفل والياسمين. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وفي احسن صحه وسعاده وراحه بال يا رب. يا رب تدي كل واحد كل اللي بيتمناه يا رب، وتفرح كل قلب حزين ينتظر منك الفرج يا رب. تعوضه بفرحه تنسيه تعبه وألمه يا رب. يا رب تفرح كل من كان يا رب، وتدي كل واحد دعوته، وتستجيب لكل واحد دعوته يا رب. ربنا بيحب العبد اللي بيقعد يلح عليه في الدعاء، ربنا بيحب العبد اللي يقول يا رب، بيحب العبد اللي يدعي، بيحب العبد اللي يتنته يلح عليه ويترجاه ويقصد بابه. ربنا ما بيكسفش حد ابدا، وما بيكسرش ايد اتمدت له ابدا. ربنا بيحب العبد زي ما يكون حد بيخبط عليك كده وبتقول لك هات حاجه. يعني مثلا لو واحده جارتك بتخبط عليك وبتقول لك هاتي حاجه، لو انت مش بتحبيها هتديها الحاجه ديت وتمشيها وتقول لها يلا خدي الحاجه وعايزاها تمشي. انما لو مش عايزاها تمشي هتأجليها شويه بالحاجه اللي هي عايزاها، مش هتديها لها على طول. احنا كده مع ربنا. ربنا العبد اللي بيحبه ما بيدروش الحاجه على طول، بيبقى عايزه يقول يا رب، عايزه يلح عليه، عايزه يفضل واقف على بابه ويقول يا رب. فاحنا نقول يا رب وندعي ربنا. ده ربنا والله ربنا بيحبنا، وكل ما ربنا ابتلانا يبقى بيحبنا اكتر. اتاكدي ان ربنا بيحبك اكتر كل ما بيديك ابتلاء. والله العظيم مش حاجه وحشه. في ناس مفكراها حاجه وحشه، لا ده ربنا بيبتلي العبد اللي قريب منه. اشد الناس ابتلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل. فكل ما ربنا بيبتلي الواحد بحاجه بيفرح وبيحس ان هو قريب من ربنا قوي، وان ربنا بيحبه قوي، وان ربنا خصه بالحاجه دي، خصه بالابتلاء ده عشان يقول يا رب ويدعي ويقرب من ربنا ويدعي ويقول يا رب. احنا دايما بنقول يا رب، وان شاء الله ربنا يحقق لنا كل اللي بنتمناه ويجعل ابتلاءنا في ميزان حسناتنا يا رب. يا رب يجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء باذن الله. انا عامله لكم النهارده فيديو جميل، فيديو عن الليمون المجفف. كانت متابعتي حبيبتي طلبته مني، انا عملته لك، انا مش ناسياكي والله. انا الليمون المجفف ده، دي واحده هبص عليه. الليمون المجفف اللي هو بيتعمل بيه الكبسه، وبيتعمل بيه الرز البرياني، وبيتعمل بيه وصفات للتخسيس. الليمون الاسود انا هعمله بطريقه جميله، ولا هنشف بقى في شمس، ولا هنسيبه ينشف، ولا الطرق التانية كلها بيحطوه في الشمس حوالي شهر، اقل حاجه 15 يوم عشان ينشف. لا انا هعمله لك في نفس اللحظه، في نفس اليوم. هتغسليه وهو اخضر وتنشفيه ويتعمل على طول. تابعي الطريقه، طريقه جميله قوي وحصري محدش عملها قبل كده على اليوتيوب. وفي حاجات كده هتخليه يديك اللون اللي انت عايزاه من غير ما يمرر بقى، ولا يفقد، مش هيفقد الزيوت اللي فيه، ولا هيفقد فوائده. وهيتعمل وهو زي ما هو بفوائده بحالته زي ما هو. خليكي معايا وتابعي الفيديو، فيديو جميل ويستحق اللايك. لأول مرة يشوفني شرفني بالاشتراك، يوميات ليلى بنت الريف أو ليلى ماهر. شرفوني بالاشتراك، واللي متابعيني طبعا اللايك بقى والكومنتات. انا عايزه اعرف كل واحد بيتابعني منين. انا عندي متابعين كتير ما اعرفش هم منين. كل واحد يكتب لي هو منين ويصلي على الرسول. وخليكم معايا ونقول بسم الله واللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا انت هتجيبي الليمون على قد ما انت عايزه، على حسب، على قد احتياجك انت. انا جايبه حاجات بسيطه من الليمون، لان انا بعمل بس الوصفه علشان حبيبتي اللي طلبت مني الوصفه. انا بعمل لها بس حوالي كيلو الا ربع اهو. وحاولي تنقي الليمون قد بعضه، يعني انا يعني تنقيه كله حجم واحد كده. انا غسلت الليمون ده كويس ونقعته في ميه بشويه خل بشويه ملح، ونقعته كويس وغسلته وصفيته من الميه. هنشفه بقى بفوطه كده. انا عايزه الليمون ما يكونش فيه اي ميه، ما يكونش فيه سوائل خالص. وبعدين اليوتيوب مليان وصفات، انا بحاول اعمل لكم الوصفات باسهل ما يكون. بحاول اسهل عليك الوصفه عشان اشجعك انك تعمليها. بحاول اعمل الوصفه ما تاخدش وقت كتير وما تاخدش ايام كتير، وفي نفس الوقت تطلع احسن ما يكون. يعني انا هعمل لكم الليمون ده ما فيش من غير تنشيف بقى، ولا يعني كل وصفات الليمون اللومي ده بتنشفيها فوق السطح اسبوع. انا ولا هنشف ولا هعمل، انا هعملها لكم في نفس الوقت. يعني ان شاء الله نص ساعه هتكون الوصفه جاهزه. مش هتاخد مننا وقت. خليكي معايا عشان تشوفي هنعمل الوصفه ازاي. بس دلوقتي انا هنشف الليمون كله، مش هخلي فيه ولا نقطه ميه. انا عايزه بس اوريكي الليمون اللي انا عاملاه. والله العظيم الليمون ده بقاله سنتين،
وهو ما بيجرالوش حاجه، لان انا حاطاه في برطمان في التلاجة وما بيجرالوش اي حاجه، ولا فيه مواد حافظه ولا فيه اي حاجه. انا عايزه اقول لك ان والله العظيم الوصفه ديت تحفه. الليمون اللي بيتحط على السطح عشان ينشف اسبوع، بالزيوت اللي في القشره ديت بتجف كلها وبتنشف وبيفقد فوائده كلها. صدقيني والله العظيم بيبقاش فيه اي فايده، بيبقى عباره عن جلده ناشفه مجلده وما فيهاش اي زيوت ولا فيها اي حاجه ولا فيها اي فايده، هي عباره عن حاجه ناشفه وخلاص. انما اللي بيتعمل في ساعتها ده اللي ما بيتنشفش. شايفه الزيت بتاع الليمون؟ هو باين الزيت بتاع قشرة الليمون لسه محتفظ بيه اهو. والله العظيم الزيت، شايفة الزيوت بتاعت قشرة الليمونة فيها زي ما هي. لان انا بعمل من ده وصفات تخسيس برضو جميلة قوي قوي قوي، بتخسس ووصفات حلوة قوي هعملها لكم برضو. الليمونة ديت محتفظة بفوائدها، محتفظة بزيتها، محتفظة بكل حاجة فيها زي ما هي. دي ناشفة في ساعتها، مش متنشفة على السطح والشمس ضربها لما قايلة بس. وانت بتنشفيه بالطريقه دي اللي انا هعملها دي، هو بيفتح منك كده من الجنب، ما تخافيش. يعني دي كانت مفتوحه اهي واما نشفت قفلت، دي كانت مفتوحه برضو اهي واما نشفت قفلت. ما تخافيش، هو لو فتح منك في الفرن وهو انت بتنشفيه هو بيقفل تاني لوحده لما بينشف. وجميله والله العظيم، وفوائدها فيها زي ما هي وناشفه. يعني دي بقى لها سنتين في التلاجة ناشفه خالص اهي. شايفين عامله ازاي؟ قلبها ناشف خالص اهو. بس القشرة بتاعتها محتفظة بفوائدها، محتفظة بزيتها، محتفظة بكل حاجة فيه. خليكي معايا واعملي الطريقة ديت، جميلة جميلة جميلة، ومخلية الليمونة محتفظة بكل فوائدها ومحتفظة بقوامها ومحتفظة بكل حاجة. بس هو الليمون ده كان كبير شوية، مش مشكلة، الحجم مش هيفرق. شوفي والله العظيم من حلاوتها بتلزق ازاي، عاملة زي ما يكون عليها عسل، وليمونة ناشفة وجميلة. تعالوا بقى اما نشوف هنعمل ايه. انا اول ما بدأت ولعت الفرن على نار عالية خالص، وهحط بقى الصينية دي في قلب الفرن. الصينية اهي، على فكرة هي الليمونة لو فيها حتة زي دي كده مش ما يجراش حاجة، مش مشكلة، لان انا حاطة ده في التلاجة بقاله كذا يوم. هنحطها بقى في الفرن. حطيتها في الفرن اهي دقيقة واحدة بس، وهوطي الفرن خالص وهسيبها بقى براحتها، وكل شوية هبص عليه كده. الليمون بعد ربع ساعة اهو. عايزه اوريكي بس الليمونه اللي بتفتح عشان ما تقلقيش وانت بتعملي. يعني الليمونه لو فتحت كده ما تقلقيش. كده كده الليمون بص بينزل الزيوت بتاعته اهو وبيمتصها تاني. يعني الليمونه دي لو فتحت كده اهي، لو فتحت كده ما تقلقيش. اهم حاجه تخلي عينك عليه. وهو عادي لو نزل الماده اللي بتنزل البني ديت عادي، ما تخافيش برضو. هي الماده دي اللي هتخليه يلون. وعادي لو لقيتي المادة البني ديت بتنزل منه كده، هي ده عصير الليمون، والنار بتخليه يغير للون ده. وبعد كده هو انت كل ما بتقلبيه كده المادة دي اصلا بتخليه ياخد لون. يعني بصي لما نقلبه كده المادة البني ديت بتخليه ياخد لون كده، واخده بالك؟ المادة البني اللي بتنزل دي بتخليه ياخد لون بسرعة، وتخلي لونه حلو ومن غير ما يتحرق. انت لو لاحظتي الليمونة اللي انا كسرتها كانت مش محروقة من جوه. احنا مش عايزينه محروق عشان ما يمررش، احنا عايزينه كده يدي طعم الليمون، والزيوت اللي فيه تبقى فيها زي ما هي. هحطه تاني في الفرن بقى، ويعني هخليه على نار متوسطة مش واطية قوي عشان الليمون ما يستويش. وده طبعا كل شوية بتقلبيه. بصي بقى هو بقى لونه عامل ازاي. ما تخافيش، اللي في الصينيه ده مش محروق. اللي في الصينيه ده يا دوبك لون، اول ما بننزل عليه الميه بيروح، ده مش حاجات محروقه، ده لون بس. بصي هو كل ما هز الليمون كده بياخد من اللون ده. شايفه ازاي؟ دي بقى الميزه في ان هو ما يتحطش في الشمس، وبياخد اللون من كده، من ده، من العسل اللي بينزل منه والزيوت اللي بتنزل منه دي، هي اللي بتديله اللون الجميل اللي انت شفتيه في اول الفيديو. تنتك تهزي فيه كده. بصي كل ما تحركي الصينيه كل ما الليمونه تتلون. شفتي بقى الفكره العبقريه؟ عشان تدعولي بس. دي بقى هنبتدي نوطي النار خالص ونسيبها على الهادي خالص. هو كده الليمون خلاص قرب ينشف اهو. هنوطي بقى عليه النار خالص عشان ما يتحرقش مننا. بص في الوقت ده بقى، في المرحله دي هحط كده يا دوبك حبه ماء صغيرين خالص في ارضيه الصينيه كده، وهقعد احرك فيها كده لحد ما لون الليمون ياخد اللون البني ده.
هقعد احرك فيها كده وارجع لكم تاني عشان بس الفيديو. بصوا بقى اللي في ارضيه الصينيه، انا قلت لكم ده مش محروق، ده عباره عن لون بس كده، وانا بخلي الليمون ياخد اللون ده. الطريقه دي والله العظيم حصري، مش هتلاقوها على اليوتيوب كله. وانا في الوقت ده عدت الفيديو كذا مره على فكره عشان صوت الرسايل. ماشي. وده شكل الليمون. انا في المرحله دي بقى هعلي النار، يا اما اعلي النار من تحت يا اما هولع له الشوايه، وانا ولعت له الشوايه عشان ياخد لون اسرع، بس مش هسيبه. يعني انا هقعد قدام الفرن مش هسيبه خالص لحد ما ياخد اللون اللي انا عايزاه، لان هو كده خلاص ممكن يتحرق في اي لحظه، فلازم تخليكي قدامه. شايفين بقى الليمون؟ ليمون جميل، في احسن انواع الليمون اللي ممكن تعمليها، واحسن طريقه. والله العظيم طريقه تحفه تحفه جميله، جربيها. جميله وحلوه قوي ومفيد قوي للرز والكبسه والرز البرياني، ووصفات للتخسيس تحفه جميله. هعملها لكم، بس الفيديو كان هيطول، انا كنت هعملها النهارده بس الفيديو هيطول. هعملها لكم والله العظيم، وصفه تستحق التجربه. الليمون اللومي، الليمون الاسود، والله العظيم وصفة جميلة قوي، جربيه ومش هتندمي. اللي عايز يغمقه شوية عن كده عادي غمقيه، انا ما بحبوش غامق قوي، انا بحبه كده يعني وسط، ولا هو غامق ولا هو فاتح وناشف. يعني بصي هو ناشف خالص، بصي ناشف خالص اهو. بصي ليمونة ناشفة وجميلة، وبصي تقعد معاكي 5 سنين ما يجرالهاش حاجة، بس حطيه في برطمان في التلاجة. تحفة تحفة جميل، ولو حتى لو ما حطيتوش في التلاجة هو مش هيجراله اي حاجة. ويا رب يكون الفيديو النهاردة عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتوا منه، وفي فيديو جديد انتظروني بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في رعاية الله.